الخبزة جميلة. الله يا سلام، يا اهلا وسهلا ويا صباح النشاط والحيويه. اليوم رايحين لواحد من مطاعم الفطور الجديده، شدني ان عندهم فيلي تشيز ستيك، انا مستهدفه غباشي. خلونا نروح للمطعم الجديد الصغير ونقول بسم الله. وصلنا المطعم، مطعم صغير ولكن مشكلته بالمواقف. حاولت القى موقف، انا حاليا في برحه مقابله للمحل وسيارتي قلت كذا، فالمواقف محدودة شوي، ولكن المحل نفسه جميل، تصميمه جميل ملموم وصغير. المحلات هذه جدا قريبة القلب، تكون صغيرة وكذا، تصميمها مرة خرافي وفكرتها برضو جديدة وحلوة. طلبنا فيلي تشيز ستيك، شكشوكة ساندويتش، بينت باتر ساندويتش، فطيرة ميكس أجبان. هذه كلها على بعضها أخذناها ب41 ريال. أهم شيء صراحة عندي اليوم هو فيلي تشيز ستيك. خلونا نحط طاولتنا الملكية. بسم الله. الكيس حقهم مرة جميل، واللون الأصفر الصارخ رائع. شوفوا أول شيء معانا هذا هو الفيلي تشيز ستيك، تشوفونه. الخبزة جميلة. الله يا سلام، صامولية جديدة علي مطورة كشخة. خلونا ناكل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس أول شيء خلينا نشوف جوا، والله شكلها روعة. بسم الله. كنت طالب غباشي صوص بس لعله شكله انسحب عليه فيها، نو بروبلم. خلونا نشوف هذا في التشيز ستيك. خلنا نضيف عليه كاتشب، هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اضيفه الحين. بسم الله. الخبزه مره رهيبه، جديد علي. فيلي تشيز ستيك جميل ولذيذ، ولكن قد جربت اشياء اكثر او احسن بمراحل. فهنا تجي نقطه ثانيه، شوف السعر 12، شوف النكهه اللي قاعده تجيك هنا يصير مرة خرافي. ولكن إذا تبغى الفيلي تشيز ستيك بحد ذاته وتبغى تطلع بسقف الفاتورة، ممكن تحصل خيارات أحسن ولكن سعرها بيكون أعلى بكثير. فهذا أول شيء أكلناه، بداية جميلة مع الفيلي تشيز ستيك. نجي لثاني شيء معانا لليوم، فول سوداني وأضفت عليها مربى، تقريبا ب6، طلع ب6 تقريبا. للي يعرفني يعرف عشقي للفول السوداني، صراحة شيء جميل جدا. وخلينا نجربه بالخبزة الجديدة هذه. بسم الله. أنا ما قد أوصف لكم قديش أحب الفول السوداني مع الخبزة الجديدة. إحساس اللي بفمك لما تاكل الفول السوداني ذا، ما أدري شلون أشرح لك. هذا الإحساس اللي تقدر تقول وأنت تاكله ثقيل شوي، يتعبني للأمانة. يعني أنا اليوم قاعد أصور صح 5 في الليل، يمكن أكلت 4 إلى 5 شرايح توست لها بينت بتر وعسل، عشان يوضح لكم قديش أحب هذا الشيء. وبالنسبة لي يفوز على مطاعم كثير. الأكلة هذه جبارة. لو كان الفول السوداني امرأة لا تزوجتها، اي والله. يوه. نجي عاد الحين نسوي سويتش، نحول على الشكشوكة. هذا شكشوكة جبن زي ما انتم شايفين، هذه هي الشكشوكة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري، احس الشكشوكة بصامولين العادي لها نكهة خاصة، ولكن برضو هذه كانت حلوة. شكشوكة جبن. خلونا نشوف اخر شيء معنا فطيرة ميكس اجبان. شيك لي على الجبنة الناشفة. الله. لا ألا 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 ألا، يا ساتر. جبنة حلوة، مطتها رهيبة، فطيرة جميلة صراحة. المحل فكرته بكل بساطة أنه بوفية مشخصة، بوفية مرتبة، وهذا اللي راح تحصله بالضبط. فلا ترفع سقف التوقعات مرة، تتوقع بتلقى شيء استثنائي. لا، بتلقى بوفية أسعارها مناسبة، وعندهم فيلي تشيز ستيك رهيب مناسب سعره جدا. الشيء اللي بتحصله مقابل اللي بتدفعه تنبسط عليه. الاشياء الباقيه كلها الاشياء اللي نعرفها عند البوفيات. يعني من ناحيه الساندويتشز هي نفسها اللي بتلقاها عند البوفيات، اللهم ان خبزهم افضل. ناحيه الفيلي تشيز ستيك ما تقارنها بوفيات، هذا شيء جديد عندهم، فتعتبره جايك والله من المحلات الفيلي تشيز ستيك الغاليه. اذا نزلت بالسعر وتبغى شيء يناسب السعر، شيء مره رهيب عندهم. ومن ناحيه الفطاير مره رهيبه. فانا بالنسبه لي اللي انصحك على التجربه هذه، تبي تجرب شغلتين حلوه من عندهم، جرب الفيلي تشيز ستيك
فطيرة مكس جبان مرة رهيبة. هذه كانت تجربتنا المحل اللطيف غباش.